من فترة كده حبيت ان انا يعني ايه اعمل زي عمل اجتماعي او حاجة زي كده. فكنت فوت بالصدفة على اسمه ايه، مركز شباب. مركز شباب ده كان اول معفن كده وكان حالته بالبلا الازرق. بس ايام السيسي ظبطوه وخلوه شكله نظيف جدا وسموه باسم واحد من الشهداء، يعني من شهداء الشرطة. المهم قلت اما ادخل كده اما اسال اشوف كده الانشطه ايه واذا كان ممكن اشارك او حاجه زي كده. فدخلت وفي حد فعلا استقبلني وبتاع، وقال لي الانشطه عباره عن ايه، وفي قص ولزق، تعليم قص ولزق، وتعليم ما معرفش ايه، وتعليم حاجات كتيره قوي وكلها ببلاش تقريبا، ورحلات وحاجات زي كده. طب انا ممكن اشتغل ايه؟ ممكن تبقي مشرفه على الناس اللي مثلا قاعده بتعمل النشاط الفلاني ده. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ حضرتك بيبقوا بنات وولاد وحاجات زي كده، فانتي ممكن يعني ايه، لو حد حط ايده على بنت، ولا في لفلفه، ولا في حاجه، انتي ممكن ايه توقفي الموضوع ده. فانا حسيت ان انا هبقى شرطة اخلاق. فطبعا انا يعني ما ينفعش البلد اللي فيها مطوعين دلوقتي تتحضر وتلغي الكلام الفارغ ده، واحنا نقلب مطوعين على بعض وحراس اخلاق على بعض. لان انا ما اعتقدش انه ممكن حضرتك لما تعمل عليا حارس اخلاق، الله اعلم انت باخلاقك عامل ازاي، ولا انت في الدره انت بتعمل ايه، وانت طالما بتفكر بالاسلوب ده فانت اكيد انت عندك مشكله نفسيه واخلاقيه بالمناسبه. فبصراحه انا مشيت وقعدت افكر كده وقلت لنفسي انا هشتغل ايه، حارسه اخلاق؟ انا هقعد في بيتي معززه مكرمه بروح شغلي بتاع، شكرا، مش هبقى حارسه اخلاق على اخر الزمن. وانا نفسي بس الوضع ده يعني، نفسي يعني نفسي الدنيا تتغير.